السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. لو تعرف السمكة دي اسمها ايه اكتبوا لي في الكومنتات. عايزة اقولكم نزلت السوق عجبوني شوية سمك بحر كده. الراجل قال لي تعالي خدي الكيلو ب75 جنيه، بس والله كانت شوية سمك بجد حلوين. بس للاسف انا الوحيدة اللي عرفتها سمكة البنية، بس السمكة دي معرفتش اسمها خالص ايه. جبتها كده ونضفتها، وعايزة اقولكم النهاردة نطير الزفارة ازاي من بتاعة السمك بطريقه حلوه خالص. جبتها كده السمكايه دي بشيل راسها عشان النهارده اعملها لكم بتتبيله حلوه واعمل لكم السمك الكنتاكي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. نضفتها كده، اول حاجه لما نضفها من راسها غسلتها كويس جدا، ورحت حطيت طماطمايه وليمون وملح، نقعتها كده مده 10 دقايق، وبعد كده غسلتها تاني. جبت معلقه توم مفروم ناعم، وهحط هنا بقى البهارات بتاعتنا عباره عن كل حاجه، منها معلقه صغيره اللي هي بتاعت الشاي، كمون، فلفل اسمر، وبهارات بهارات سمك، وحاطين كزبره ناشفه وكمان بابركي. كل دي تخلطيهم كده في بعض اهو زي ما انتم شايفين. جلبت عندي بقى هنا التوم مع التوابل. عايزه اقول لك بقى سيبيها داي بقى التتبيله داي مع السمك، هتسيبيها لمده ربع ساعه كده تشرب من بعض كده. وحطيت شويه ملح. جبت هنا بقى شويه فلفل كده حامي على بارد. وهبدا هعمل معاكم شويه مسقعه كده، ونعمل بقى شويه السلطه والرز اللي هو الرز اللي بالبصلة بطريقة حلوة خالص. ويلا بينا نشوفوا هنعمل ايه. جبت حاجة السلطة غسلتها ونقعت عندي الخضرة زي ما انتم شايفين، وحطيت لها معلقة خل بصراحة عشان لو تراب ولا حاجة. جبت بصلتين، هعمل الرز صيادية عندي او الرز اللي بالبصل زي ما بتحبوا تسموه. هعمل لك بقى النهاردة شوية سمك بجد اول مرة ادوقه في حياتي. احلى بقى، ولا تقولي بولتي ولا شاخوري ولا تقولي براميطة ولا اي حاجة، السمك دي بجد. بس اهم حاجة بالله عليكم يا جماعة اعرفوا لي اسمه ايه، عشان لغايه دلوقتي انا اشتريته من السوق والله ما اعرف اسمه ايه. لغايه دلوقتي صراحه من ساعه لما دقته وانا عايزه اجيبه تاني، بس للاسف مش عارفه اسمه. انا عارفه شكله، بس في اسماك كتيره مجربه اشكال بعض، زي السمك التونه مع سمك الشخوره مع سمك البراميطه، يعني انواع سمك كتيره شبه بعضيه. جبت هنا بقى الدقيق، حطيت فيهم زي معلقتين نشا كده عشان السمكه بقى ايه تجرمش معانا ونعملوها ايه شبه الكنتاكه. جبت هنا البصل، حطيت يعني زي 3 معالق زيت، وهبدا اشوح عندي البصله. وهنا هحمر الفلفل هقليه. وكانت عندي الصلصه اللي انا كنت مسبكاها قبل كده معاكم. حطيت هنا على البصله شويه كده من السكر وشويه كمان من الملح عشان البصله تدبل معايا بسرعه وفي نفس الوقت تحمر. هنا هعمل ايه، يا دوبك هحط معلقتين زيت عليهم نص معلقه كده من الثوم المفروم. وهنا هعمل الصلصه اللي هي بتاعت المسقعه صراحه من غير بطاطس ومن غير بتنجان، عملناها ايه بفلفل كده حامي على بارد. جبت البصله هنا بعد ما خدت اللون الذهبي الحلو، وبعد كده تبدا ايه خلاص هتبدا ايه يعني تاخد اللون الذهبي الجميل اللي هو الجامد شويه يعني. تروحتي نازله بالرز وتبدا ايه تشوحي. جبت الصلصه هي اللي انا كنت مسبكاها قبل كده معاكم بالتوابل مع كله. يا دوبك التومه تحمر عندي، وروح ايه نازله على طول بكيس الصلصه على كد الاكله. يعني حطيت صراحه يعني ربع الكيس، ما حطيتش كمان نصه. ليه؟ عشان عامله بس ايه يا دوبك طبق بس فلفل كده حامي. هنا حطيت مكعب مرقي، واحط شويه الملح كمان، ما كترش يعني ملح عشان حاطين. هنا معلش النور كان بيقطع ويجي تاني، كان ايه في يعني عط شويه وكده. هنا خلاص البصلة عندي اهو زي ما انتم شايفين شوحته مع الرز ومع كله. ورحت ايه زايدها ميه، ورحت ايه سايبه بقى ايه الرز عندي يتشرب كده. وادي هنا الصلصه يا دوبك تغلي غلوه وكده مع ريحه التومه. وتروحي ايه نازلين عندي بالفلفل زي ما انتم شايفين اللي احنا قلناه. يا دوبك يغلي معانا الصلصه كده المسقعه تغلي غلوتين، وروح عاملين ايه هنعمل بقى السمك. الصلصه كده خلصناها، وخلصنا اللي هي الرز الصياديه خلصناه، وخلصنا كمان المسقعي سيبناهم على جنب. مفيش غير الرز هوطي عليه تاني يتشرب كده وخلاص كده. يلا بقى جبنا الخلطه الدقيق اللي احنا عملناها مع بعض عباره عن نشي ودقيق، وعايزه تحطي بابركي تحطي توابل دي حاجه براحتك، بس انا صراحه بستكفي من التوابل اللي انا حطاها في السمكه نفسها. عايزه اقولكم بقى تقلبي السمك كده اهو، وتروحي جايباه بين ايديك تنفضي كده عشان يعمل معاكي ايه خطوط كده، وتعمل حاجات معاكي كده شكلها حلو عشان ايه تحس اللي هو تاكلي كده سمك كنتاكي شبه الفراخ البانيه، حاجه كده مجرمشه كده وجميله جدا جدا. عايزه اقولكم والله انا كنت بجيب بالوحده كده بقطمها قطم من غير عيش من غير اي حاجه. طعمها كانت بجد حلوه خالص. حمرتها بقى هنا في الزيت، هو اللي بتاع اللي احنا قلنا فيه فلفل.
خلاص كده هنا ببدأ احط السمك اللي انا هو منفضاه كويس جدا من الدقيق، وبعد كده ايه هبدأ ايه لما يبدأ اهو ياخد اللون الذهبي الجميل، وروح ايه مقلبه عندي زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ريحه السمك والله العظيم جاب اخر الشارع، بالذات سمك البحر سبحان الله ليه ريحه كده من اخر الشارع، ريحته كده جميله وطعمه حلو كده. عايزه اقول لكم حتى جوزي قال لي ايه الجمال ده، بجد اول مره ادوق سمك غير كده. طبعا جبت هنا السلطه الجرجير صراحه على البقدونس، رحت يا بعد ما غسلتهم كويس جدا من الخل والميه اللي كنت نقعان فيه، رحت مقطعهم كده مكعبات صغيره. جبت جزرايه بشرته، وادي جبت قرن فلفل كده وقطعته مكان الخيار بصراحه عشان ما كانش خيار لفينا عليه، ما لقيناهوش اصلا في منطقتنا، لازم ننزل السوق يعني. والمنطقه اللي فينا يعني صراحه ايه مفيش غير كام دكان كده. طبعا لازم يعني اطلع حته على الشارع كده بعيده شويه لغايه لما اجيب خد اسمه دي عندي خيار. جبت بقى هنا رحت جايبه الطماطم قطعتها برضو مكعبات اهو زي ما انتم شايفين. قطعت السلطه لغايه قلت لما السمك عندي يحمر اهو كل حاجه بسرعه بسرعه. وعايزه اقول لكم غدا كان بسم الله ما شاء الله جميل. احنا عندنا لازم يوم الجمعه يا جماعه اكله سمك او اكله فراخ، بس الاساس يعني اكتر حاجه احنا لازم الطبيخ عندنا يوم الجمعه لازم يعني. بس ايه قلنا ايه تغيير بقى عن اللحوم، عن مثلا لحمي او تجليه او فراخ مشويه ولا حاجه. قلنا نغير بقى يا نعمل السمك دي، كنت ايه منضفاه وحطاه في الفريزر. عايزه اقول لكم من يقعد معاكي ممكن بالشهور كده عندك في الفريزر ما يجرالهوش اي حاجه. طلعت السمك زي ما انتم شايفين مجرمش كده، واللون بجد خطير 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 يعني. اجلي واروح اكل كام وحده كده ارصه كده في الطبق واكل كام وحده، كان بسم الله ما شاء الله كان طعمه حلو خالص. خلاص هنا حطيت بقى هنا عندي الليمونه اهو عصرته، حطيت عندي التوابل فلفل اسمر وكمون وحطيت ملح. عايزه تحط حبه زيت ومعلقه خل بجد بقى حلوه خالص. هل يلا بينا نصب الاكل مع بعضيني. نحطه في سلطه اهو، كنت خلصت السمك طبعا جليته وخلصته. وتحطي ليمونيه اخر حاجه عشان تطير ريحه السمك اللي في الشقه. في ناس كتيره تقول ايه انا ما بحبش ريحه السمك في الشقه. جيبي بقى النص ليمونيه اللي انت عصرتيها دي على السلطه وتروحي حطها عندك في الزيت، هتطير ريحه الزفاره خالص. بجد طريقتها حلوه خالص بتطير الزفاره. جبنا بقى هنا صبينا بقى اللي عندنا السلطه والمسقعي، وادي الرز الصياديه جميل جدا ومفلفل بسم الله ما شاء الله حاجه كده جميله زي ما انتم شايفين اهو. وهجيب السمك بقى البحر الجميل اللي بجد ريحته جايبه اخر الشارع، وعصر بقى يا ناس على شويه ليمون كده وحاجه كده اللهم بارك. تعالوا اتغدوا معانا يا جماعه، طريقتها حلوه واكله سهله وبسيطه، ما كملتش معايا ال10 دقايق كانت اكله خلصانه وبسم الله ما شاء الله. بصوا اللون مش قادره اوصف لكم عن الجمال، والله انا كنت مستعجله جدا كنتش صابره، كل شويه امسك السمكه كده وبص مجرمشه كده واللون الجميل. بصوا بقى الجمال والحلاوه مفيش احلى من كده. انا هنا بصوا بوريكم اللي ما فيهاش شوك اصلا، ما فيهاش شوك زي ما انتم شايفين اهو. بصوا انا بحاول اطلع لكم شوكه بس خفيفه جدا يعني، كنت اصلا باكلها مكان يعني ما بتعورش اصلا، ما فيهاش شوك زي ما انتم شايفين اهو. طبعا كبيره صغيره كلها شوكها واحد، كنت باكلها كده صراحه ما كنتش بفصص. واحلى حاجه كمان اللي العيله كانوا بياكلوه كده بصراحه كنتش افصص ولا اتعب نفسي ومع العيله وكده. بس كده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، لايكات كتيره منكم وكومنتات اكتر، واسيبكم بقى في رعايه الله والسلام.